لو عندك صاحب جيمر هتلاقيه بيتكلم عن حاجة اسمها الFPS اللي هو frame per second أو حاجة اسمها الrefresh rate أو حاجة اسمها الhertz. بس إيه الفرق بينهم أصلًا وليه لو واحد فيهم قليل التاني مش هيبقى ليه لازمة؟ بُص عشان تفهمها ببساطة ومن غير تعقيد، تخيل إن عندي مصنع عربيات وفي كوبري العربيات دي بتمشي عليه. المصنع هنا هو كارت الشاشة اللي اسمه GPU اللي هو General Processor Unit، والعربيات اللي بينتجها هي الFPS اللي هو عدد الفريمات في الثانية الواحدة. يعني لو كارت الشاشة بتاعتك الFPS بتاعته 120، يعني كأن المصنع بينتج 120 عربية في الثانية. أما الكوبري بقى فهو الشاشة بتاعتك نفسها اللي فيها ريفريش ريت اللي بيتقاس بالهرتز. يعني الشاشة ال 60 هرتز دي معناها إن الكوبري ضيق آخره يعدي 60 عربية في الثانية. تخيل بقى إن مصنعك قوي جدا وبيطلع 120 عربية في الثانية الواحدة، لكن الكوبري آخره يشيل 60 بس في الثانية الواحدة. كارت الشاشة هيبعت صور سريعة جدا كتيرة جدا أكبر من اللي الشاشة تقدر تستوعبها، وبالتالي أكبر من اللي الشاشة بتقدر تعرضه. فهنا بتحصل مشكلة رخمة جدًا اسمها الscreen timing أو تمزق الشاشة، وبالتالي ممكن تلاقي الشاشة مقسومة نصين أو اللعبة بتقطّع معاك. عشان كده الفريمات العالية اللي هي الFPS مش هتدّيك النعومة اللي أنت عاوزها، إلا لو الhertz بتاع شاشتك كبير جدًا، فقادر يعرض كل اللي بييجي له من كارت الشاشة. المهم إحنا وصلنا لهنا، ولو عاوز محتوى حلو زي ده أنت لازم تتابعني.